مرحبا بكم على قناتي مطبخ سلمى. اليوم رجعت لكم بوصفة جديدة سهلة ومتميزة باش نعمل مع بعضنا ان شاء الله قوارب البطاطا. وصفة جدا شهية، ان شاء الله تجربوها وتعجبكم. عندي لهنا 4 كعبات بطاطا حجم متوسط كما قاعدين تشوفوا، باش نقصهم على شطار هكا هكا. كما قاعدين تشوفوا على شاطرين كما هكا. توا باش نبدا نقعورهم بمغرفه صغيره كما قاعدين تشوفوا، ونبدا نقعور بشويه بشويه كما هكا، ونحي اللي في الوسط الكل. نردو بالنا من ننزلوش برشا على البطاطا باش ما تتكسر لناش، وزيدا ما نرهفوهاش برشا كما قاعدين تشوفوا هكا. نستحضروا على البطاطا هذه الزايده خاطر باش نستحقوها. نبدا نقعور هكا بشويه بشويه باي حاجه عندك. انا استسهلت بالمغرفه الصغيره تعاوني اكثر كما قاعدين تشوفوا. ما لازمش تكون رهيفه برشا ومش غليظه برشا زاده باش تجيبلنا فيسا فيسا هكا. سي بون هكا. شوفوا كيفاش تلقاها مقعوره برشا، وشوفوا كيفاش ليبيسور نتاعها. باش نحطها في صينيه كيما هكا. نعاود نعمل معكم واحده اخرى بالمغرفه الصغيره ونحي الزايد الكل كيما هكا. سهله ما تخوفش، المهم نردوا بالنا باش ما تتكسرناش البطاطا. هكا سي بون. انظروا كيفاش تقعرت بالكدا، وانظروا الولد نتاعها ماهيش غليظه ماهيش جويده. نكمل نقعورهم الكل ونرجع لكم. كملت قعورت البطاطا نتاعي كما قاعدين تشوفوا، قعورتهم الكل بشوي بشوي. لهذه الكعبه تكسرت لي مش مشكله، نكمل بها ميسالش. هنا في صحفه صغيره باش نحط مغرفه زعتر، مغرفه صغيره فلفل مرحي، فلفل احمر او فلفل مدخن ولا بابريكا، باش نحط رشه ملح. وباش نحط عليهم مغرفه كبيره زيت زيتونه، مش مغرفه اكثر من مغرفه هكا. سي بون. وباش ندهن البطاطا نتاعي نخلط بالكدا باش المكونات الكل تتجانس مع بعضها، ونبدا ندهن البطاطا نتاعي. ندهنها الكل من الجهات الكل. كما قاعدين تشوفوا دهنت البطاطا الكل. تو باش نحطها في الفور على اعلى درجه من الفوق ومن اللوطه باش تطيب. البطاطا نتاعي قاعده تطيب. تو باش نبدا نحضر للحشو. نشعل الغاز على نار متوسطه ونصب شويه زيت مقدار ملعقتين، 2 مغارف اكل زيت. خليه يسخن شويه. تو باش نحط عليه 250 غرام صدور دجاج. انا الدجاج قصيته مكعبات صغيره كما قاعدين تشوفوا باش يطيب كويس، ونخليهم يتشوحوا شويه.
الدجاج نتاعي كيما قاعدين تشوفوا فيه طاب بدا يتشوح معناها. تو باش ننزل بباقي المكونات. عندي لهنا نص بصله فرمتها ناعم جدا، خلطها على الدجاج. باش نقول لكم ان الوصفه هذه تنجموا تستعملوا فيها صدور دجاج كيما انا، تنجموا تستعملوا فيها لحم مفروم كان تحبوا باللحم، والا كان تحبوا بالخضره اكاهو زاده تجي بكل الطرق. باش نحط شويه كاري، كان ما عندكمش كاري تنجموا تستبدلوه بالكركم. هنا ثوم بودر ورشه من الملح. الملح ديما يقعد حسب الذوق. ونخلط خليهم ياخذوا لون هكا. كان تحبوا تحطوا زنجبيل تنجموا تحطوا فيها زيت زنجبيل مطحون يعطي نكهه متميزه. خليهم يتشوفوا شويه. كيما قاعدين تشوفوا الدجاج سايب الماء نتاعو. توا باش نحط البطاطا اللي عملتها من بكري، قلت لكم ما تاكلوهاش نسحقوها. نجموا البطاطا هذه اذا كان ما تحبوهاش تطيب مع الدجاج نجموا طيبوها في الماء وحدها، والا تبخروها على في كاسكاس وتطيب هكاكا. اما انا باش نحطها مع الدجاج. باش نكمل نحط عليها زوز جزرات برشتهم كيما قاعدين تشوفوا ناعم كيما هكا. ونخلط الكل مع بعضه ونخليها تطيب ساعة خلها ما تشدش برشا وقت. نصب عليها شوية ماء باش البطاطا تطيب. شوية ماء نخليها تطيب كل مع بعضها. الدجاج نتاعي كيما قاعدين نشوفوا قاعد يطيب. البطاطا مازالت شويه ناقصه، خليوها تشكشك هكا مع بعض الكل. توا في الاثناء باش نحضر للصوص بشاميل. عندي هنا طنجره على نار هاديه باش نحط ملعقه اكل زيت. نجموا تستعملوا زبده اما انا نحبذها بزيت زيتون معناها. وباش نحط ملعقه كبيره كيما هكا فرينه، زيد شويه فرينه كيما هكا، كل شيء بالبركه. ونخليهم هاك الفرينه تشرب الزيت. الفرينه كيما قاعدين تشوفوا شربت مع الزيت. تو باش نصب عليهم كوب من كوب هكا حليب. باش نصبه بشويه بشويه، نصب بشويه ونخلط. نترك الفرينه تتحل كيما هكا ونخلط. كل مره نصب بشويه. انا الصوص بشاميل بتاعي ما نحبهاش خفيفه، نحبها تكون ثقيله مش برشا مش زايده. نكمل الحليب اللي عندي الكل. ونقعد نخلط هكا. في الاثناء ما ننساش الدجاج نتاعي. باش نحط رشه ملح
نملحش برشا على خاطر الحليب يظهر فيه الملح، ورشة صغيرة فلفل أكحل. كان عندكم فلفل أبيض خير، هكاكا باش منبدلش لون الصوص اللي عندي، ونقعد نحرك. كما قاعدين تشوفوا الصوص بشاميل نتاعي كيفاش ولات ثقيله، باش نطفي عليها توا. سي بون. هنا البطاطا نتاعي والحشو معناها الدجاج والسفناء كل طابو، خرجت البطاطا. اوزو كيفاش ولا لونها ذهبي متميز جدا جدا. توا باش نحشيهم بعضنا ونكملوا باقي وصفتنا. توا باش نبدا بشويه بشويه نعبي في وسط البطاطا هكا. شوف كيفاش وتبين ما تفرقش. نعبيوها الكل بشويه بشويه. وباش نكمل باش نحط الصوص بشاميل نتاعي. شوفوا كيفاش القوام نتاعها يكون جوست هكا باش يغطي الوجه. ثقيله متميزه الحق. وصفه جاهيه جدا 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 للي حاير في عشاء ملقاش ما يطيب. فكره سهله. حطيت عليهم الكل صوص بشاميل. اخر حاجه باش نعملها باش نحط شويه جبن موتزاريلا. هذا اختياري، تنجم تحطه تنجم تحطش. تنجم عندك اي نوع جبن، موتزاريلا، غريير، ايمونتال، اللي تحب عليه الكل تنجم تزين بيه. وباش ندخلها نرجع ندخل للفور جوست ما كل الجبن يسيح هكا ويتبدل لونه. وهذه قوارض البطاطا نتاعنا. شوفوا كيفاش حضرت، خرجتها من الفور. شوفوا المنظر بالحق يشهي على الاخر على الاخر وبنينه على الاخر. ناخذ واحده معاكم نشوفوها من داخل كيفاش طايبه في حقها. نحلوها. شوفوا البطاطا كيفاش من داخل طايبه الكل. ان شاء الله تجربوها يا جماعه وان شاء الله تعجبكم، ونأكد لكم اللي هي بنينه 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 على الاخر. وما تنساوش باش تشتركوا في قناتي وتضغطوا على الجرس اللي بكلمه سابوني. وان شاء الله في وصفه اخرى وحلقه اخرى وبسلامه.